بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عمركم كده اتكلمتوا او فكرتوا مع نفسكم احنا من ايه، او يعني عبارة عن ايه؟ طيب هتكلم معاكم النهاردة عن الروح والجسد والنفس. هبتدي الاول اتكلم عن الروح. يا ترى الروح ايه خصائصها؟ ايه مكوناتها؟ ايه حالتها؟ هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى ما أرادش لينا كبشر يبقى عندنا معلومات كتيرة عن الروح، ما نعرفش عنها غير معلومات قليلة جدا جدا. دي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى انها تظل غامضة ومبهمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل معلوماتنا عن الروح معلومات بسيطة جدا، ان هي بتبقى نفخة من ربنا سبحانه وتعالى للجنين في بطن امه، يندب فيه الروح، يكبر، يتكون، والروح بتصعد في نهاية حياة الانسان عند الوفاة، تصعد الى بارئها لسابع سما. دي معلوماتنا اللي عن الروح. طيب بالنسبة للجسد، الجسد هي الحاجة المادية أو الصورة المادية الملموسة اللي ربنا سبحانه وتعالى شكلها من باطن الأرض من طين على هيئة بشر. ده بالنسبة للجسد، حاجة مادية ملموسة، وحط بقى فيها كل الأجهزة اللي بتعين على الحياة، أجهزة سمعية وبصرية حسية، كل حاجة في الجسد دوت اللي بتعينه على الحياة. تمام؟ طيب بالنسبة للنفس، النفس هي نتيجة التقاء الروح بالجسد، يعني روح وجسد بيمتزجوا مع بعض، ايه يطلع لنا ناتج النفس البشرية. يبقى النفس البشرية هي عبارة عن نتيجة التقاء الروح مع الجسد او مزج الروح بالجسد. تمام كده؟ طيب النفس كلامنا فيها هي تعتبر يعني هتحصل على نصيب الأسد في الكلام. النفس ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عنها انها 3 صور او 3 انواع من النفس. عندنا الصورة الاولى النفس المطمئنة، الصورة الثانية النفس اللوامة، الصورة الثالثة النفس الامارة بالسوء. طيب اول صورة هي النفس المطمئنة، وانا بشوف ان هو لقب بيحصل عليه العبد الصالح في نهاية عمره او عند وفاته. العبد اللي بيشغل نفسه بالطاعات وبيشغلها بذكر الله وبيشغلها بالعبادة وبيشغلها بكل اللي أمر بيه ربنا ويبعد عن اللي نهاه عنه ربنا في الآخر بيديله كده حسن الخاتمة وياخد لقب النفس المطمئنة، وكأنه لقب بيحصل عليه في نهاية أو تقدر تقول مكافأة نهاية الخدمة. ده بالنسبة للنفس المطمئنة. زي بالظبط الطالب اللي بيذاكر 4 سنين الدراسة الجامعية بتاعته، وكل سنة بيجتهد وبيجيب امتياز، يجي في نهاية عند التخرج يحصل على لقب الأول على الدفعة. تمام؟ ربنا يرزقنا ويرزق كل السامعين باللقب ده، اللهم آمين. طيب النفس تاني صورة من النفس وهي النفس اللوامة. النفس اللوامة ودي من اسمها شرحة نفسها، يعني اللي احنا بنقول عليه مثلا الضمير اللي جوانا او الرادار. زي بالظبط لما يحصل موقف وتقول ايه، تقعد مع نفسك وتلوم نفسك، بس انا كنت قاسي قوي في رد فعلي في الموقف ده، او ما كانش المفروض ان انا اتصرف كده. يعني دي النفس اللوامه. زي بالظبط لما تصحى وتروح عليك نومه وما تصليش الفجر حاضر، وتبقى بتلوم نفسك ومتضايق جدا، انا ازاي ما صليتش، ازاي ما صحيتش، وتحس ان اليوم كله مقفول علشان ما صليتش الفجر. تقعد كده لحد تاني يوم لما تصلي الفجر بقى، وبعدها تصالح نفسك. دي بالنسبة للنفس اللوامة. 3 صورة من النفس وهي النفس الأمارة بالسوء. والنفس الأمارة دي بالسوء دي أخطرهم على الإطلاق، وللأسف هي نفس بتلقي صاحبها يعني للسقوط في الهاوية، بتلقي صاحبها للسقوط لسابع أرض، للنزول لسابع أرض، عايزاه يبقى تحت. ده بالنسبة للنفس النفس الأمارة بالسوء. زي بالظبط تبقى انت ظابط المنبه وهتصحى من النوم علشان تصلي الفجر، وسمعت المنبه وهتقوم، تيجي نفسك تقولك ايه، لا يا عم خليك في الدفا تحت البطانية، لسه هتقوم في البرد وتتوضى وتصلي. دي النفس الأمارة بالسوء. زي بالظبط الطالب اللي بيذاكر اونلاين وخلص درس الاونلاين والمفروض هيقفل موبايله بقى ويكمل دنيته، تيجي تقول له ايه، طب استنى ما تقفلش الموبايل، شفت الفيلم الفلاني، شفت الفيديو الفلاني ده بيقولوا فيه مشاهد مش عارفه ايه، تعال نبص عليه.
وتلاقي فيديو ورا فيديو، فيلم ورا فيلم، ضيعت لك وقتك. وللأسف العمر اللي بيعدي، الثانية اللي بتعدي في عمرنا مش بتتكرر تاني خلاص. طيب يعني انت يا مؤمن يا مسكين عندك شيطان بيوسوس لك، وعندك نفس بتوسوس لك. ايه ده، هي النفس بتوسوس؟ ايوه النفس بتوسوس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى إذن في شيطان بيوسوس وفي نفس بتوسوس. طب أنت تعمل إيه؟ هقول لك أنت بقى، هل أنت المؤمن القوي اللي بيكبح نفسه وبيسيطر على نفسه وبيقدر كده إن هو يقدر يبقى القائد اللي يمشيها هنا ويمشيها هنا ويبقى هو المسيطر؟ ولا انت المؤمن الضعيف اللي بتخلي نفسك هي اللي بتسوقك وهي اللي بتركبك وهي اللي بتوديك وهي اللي بتجيبك؟ تيجي هتقرا قرآن وتمسك كتاب ربنا تقول لك يا عم استنى بس شويه، خلينا نلعب في الموبايل شويه، احنا بنلعب جيمز، او خلينا نتفرج على الفيديوهات او نشوف كمان شويه، وتقعد كمان شويه تضيع لك يومك كله وما فتحتش كتاب ربنا ولا قريت ولا ايه. هي نفسك اللي بتوسوس لك بالسوء لكل حاجه. هتروح تعمل مثلا مشوار مهم، صله رحم، المفروض ان انت تقوم بيه، تيجي تقول لك ايه، بص كفايه رساله، هو حلو قوي، هو فلان ده اصلا كان بيجي لك، ولا فلان ده اصلا كان بيعبرك في اي. هي نفسك للاسف اللي الاماره بالسوء، هي اللي بتقودك للسوء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المؤمن القوي بقى اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى ونهى نفسه عن الهوى ونهى نفسه عن السقوط في الهاوية، هي الجنة ايه؟ الجنة هي المأوى، خلاص هي داره، خلاص اطمنا عليك. يبقى انت فين؟ عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى عايزنا أقوياء، عايز الإنسان يبقى قوي، إن أنت تقدر تسيطر على نفسك، أنت تشغل نفسك، تشغلها بالطاعات، تشغلها بقراءة القرآن، تشغلها بذكر الله، تشغلها بعمل الخير، تشغلها بمساعدة الناس، تشغلها يبقى عندك فن الإصغاء أو فن الاستماع للآخرين. إن أنت لو عندك نصيحة أو عندك تشغل نفسك بإنك تساعد الناس بده، تساعدهم بعلمك، إن أنت تطور من ذاتك، تطور من نفسك، تشتغل على انك دايما تطور من نفسك، دايما تتعلم، لان العلم ده ما بينتهيش. دايما تقرا، دايما تشغلها بالقراءه، تشغلها بممارسه الرياضه، تشغلها بانك تاخد كورسات، تشغلها بانك دايما تتعلم علشان تحصل على افضل نسخه من نفسك. وده يكون هدفك، ان انت دايما بتطور من ذاتك علشان تحصل على افضل نسخه من نفسك. وصدقني الشخصيه اللي بتبقى كده بتبقى شخصيه مميزه جدا، شخصيه كل الناس بتتمنى انها تتكلم معاها، علشان بتبقى شخصية ثرية او شخصية غنية قوي، شخصية بتضيف لأي حد يعرفها. هي دي الشخصية اللي بيشغل نفسه، اللي بيطور نفسه، لان ربنا سبحانه وتعالى اللي بيمشي زي ما ربنا امرنا، لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا دايما ان احنا دايما نبقى صف اول، دايما نبقى نمبر 1، مش ما نبقاش رقم 1، ما نبقاش رقم 2 ابدا. ده اللي امرنا بيه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقدم الفجور على التقوى، وهو عشان عارف ان النفس بتميل اكتر للفجور. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت مين بقى؟ انت المؤمن الفالح اللي هتزكي نفسك، ولا انت المؤمن الخايب اللي للأسف هيسيب نفسه هي اللي تقوده، ونفسه هي اللي تسوقه، نفسه هي اللي تركبه وتوديه يمين وشمال؟ انت مين بالظبط؟ لازم تقف مع نفسك الوقفة دي وتقعد مع نفسك وتشوف انت مين في دول بالظبط. تمام؟ هقول لكم على حاجة على يعني قبل الأخيرة كده هقولها. اللي بيموت، هل الروح بتموت؟ لا، الروح مش بتموت، الروح بتصعد إلى بارئها إلى 7 سماء. تمام؟ الجسد بيفنى، الجسد بعد وفاة الإنسان بيفنى وبيبلى تماما. بالنسبة للنفس هي اللي بتموت، النفس هي اللي بتموت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. وفي آية تانية كل نفس ذائقة الموت. تمام؟ آخر حاجة هختم بكلمة لابن القيم رحمه الله. إن لم تشغل نفسك بالطاعات شغلتك بالمعاصي. اقعد مع نفسك كده وشوف انت ايه،
انت سايب نفسك كده هي اللي بتسوقك، ولا انت القوي على نفسك؟ انت المسيطر على نفسك؟ انت دايما اللي بتشتغل على انك تطور نفسك علشان تحصل على افضل صورة من ذاتك وافضل نسخة من نفسك. لازم تقعد مع نفسك وتجاوب السؤال دوت. لو عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وتعملوا شير لكل حد بتحبوه وعايزينه يستفيد. بحبكم في الله، وما تنسوش تصلوا على رسول الله، واشوفكم على خير.